السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم ثقافة المعلومة يونس. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم فيديو جديد عن كيفية أداء مخالفة حررت من طرف الدرك الملكي أو الشرطة. كيفية أدائها عن طريق تطبيق بريد بنك موبيل بسهولة دون الذهاب إلى الخزينة العامة. كما ترون هنا المخالفة التي حررت عن طريق الدرك، كيكون واحد الكودوبار هو هذا الرقم اللي تحت الكودوبار كيكون فيه 12 رقم. ها هو كما كتشوفوا هنايا دخلت انايا هذاك لو كود اللي تحت الكودبار وعطاني المخالفة ديالي فيها 700 درهم. دونك دابا غادي نأديها. اول حاجة غادي نمشي لعند الخزينة العامة، كنختار الخزينة العامة للمملكة، كتمشي لتحت كتجي هنايا مرجع الاشعار، كتكتب هذيك 12 رقم اللي كاين في المخالفة ولتحت منه المبلغ ديال المخالفة. الا كانت من الدرجة الاولى كدير 700 درهم. انا في هذه اللحظة عندي مخالفة من الدرجة الاولى كندير 700 درهم. دونك غادي نكتب في مرجع الاشعار، غادي ندير 12 رقم ومن تحت منه غندير 700 درهم وغندير استمر. دونك غتطلع لي المخالفة ديالي كما هي. في الاخير انا نوريكم كيفاش كتطلع. كندير استمر ومن بعد كيعطيني لو كود وكنفاليدي البايمون، كدوز البايمون وكنكون انا خلصت المخالفة ديالي واقتصدت على راسي بزاف ديال الوقت. في هذه اللحظة انا كنت ديجا خلصت المخالفة ديالي لانه هي طلعت لي لا توجد اي فاتورة. اييه في هذه اللحظة انا غنوري لكم ديجا كنت خلصتها لو غوسي ديالي. هاد الروسي غنحتاجو منين غنمشي نجيب البيرمي ديالي باش نسترجع البيرمي ديالي. غادي نحتاجو، غادي نوري لهم هاد الروسي هذا اللي كيبان دابا، هذا الروسي هذا ديال البايمون غنديه لهم باش يعطيوني البيرمي ديالي. في هاد اللحظة وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك ودعم القناة، وشكرا لكم. في فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي وكل احترام.